الياس المالكي، الياس المالكي، اعتقال الياس المالكي خوتي، ما بقى لا بيكي لا جيرار بيكي لا والو. بالنسبه لالياس المالكي خوتي البارح دار ضجه في مواقع التواصل، تميت هابط طالع. قال لك الياس المالكي تم اعتقال ديالو اخوتي. بالنسبه للمشكل راكم عارفين المشكل. كان جاتو شي 15 شكايه. انا هادشي على ما قريت، ما تنبغيش نقول شي اخبار من غير لما تاكدت. لما تاكدتش ما تنبغيش نقول لكم شي اخبار. بالنسبه للمشكل راكم عارفينه بلا ما نذكروا. بالنسبه لبنادم لا دوا يعرف فاش يدوي، لان خوتي راه بنادم راه شي حاجه خط احمر ما يدويش فيها بشي حاجه. المهم هذه رساله بغا نوصلها، والله يطفي هذا الغضب هذا. وحنا ما تنبغوش المشاكل، لان انا كصانع محتوى مؤثر في مواقع التواصل عندي نص مليون ناس متبعاني في فيسبوك، عندي ناس متبعيني في انستغرام، عندي ناس متبعيني في في اليوتيوب، عندي 150 الف في اليوتيوب الناس متبعيني. الناس ما تنبغيش تنبغي نهضر في مواضيع، ولكن بحدود. ما تنبغوش ناديو شي واحد. المهم تحياتي الناس اللي تخلي قلب ومتابعه باش يوصلك اي جديد. والياس المالكي راه خوتي راه دار دابا، راه شفت ان دابا قريت عاوتاني قال لك باقي ما كاين حتى شي حاجه، انه هو تم اعتقال ديالو البارح. شفت واحد الفيديو دايره واحد القناه الصحفيه بلا ما نذكروا السميه، بلا ما نديروا له اشهار حتى اي واحد، بلا ما نديروا له اشهار اي واحد. ما غنديرش ليه الاشهار، ما نذكر سميتو، لان انا بعيد على هذا الشيء، بعيد على المشاكل. فهمتي؟ حتى واحد ما ندير ليه اشهار. بغا اشهار فلوس.